فاز منتخب المغرب على نظيره تنزانيا بثلاثية نظيفة في اللقاء اللي جمعهم اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية. المباراة كانت قوية ومثيرة من جانب المنتخب المغربي اللي استحوذ على مجريات اللقاء من الدقايق الأولى بفضل تحركات عز الدين أناحي وحكيم زياش وسليم ملاح، بينما لم تظهر خطورة المنتخب التنزاني على المرمى بسبب اعتماده على الهجمات المرتدة اللي لم تشكل أي خطورة على مرمى ياسين بونو. واستطاع منتخب المغرب أنه يترجم سيطرته ويتقدم في النتيجة في الدقيقة 30 عن طريق رومان سايس قبل ما يضيف عز الدين أناحي الهدف الثاني في الدقيقة 77. واختتم يوسف النصيري ثلاثية المنتخب المغربي في الدقيقة 80 من عمر اللقاء. وشهدت المباراة طرد نوتافوس ديسماس لاعب منتخب تنزانيا في الدقيقة 70. وبهذه النتيجة بيحصد منتخب المغرب أول 3 نقاط في رحلة البحث عن اللقب القاري الثاني في تاريخه.